بقول لك كلمني انا. خد جايزه يا اخي بس تعالى. لا هتيجي يا اخي بس تعالى تعالى. تكلمني طيب كلمني. انا معايا بص معايا مسابقه معايا. كلمني بس. كلمني بس تعالى تعالى تعالى. تعالى يا اخي انا معايا جايزه. خد هقول لك بس تعالى كلمني. كلمني بس. كلمني بس كلمني. ايوه كلمني. خد بس تعالى. هنديك جايزه بس خد تعالى. لا مؤاخذه حاجه. خد بس تعالى. لا مش ترمي طوبه علشان لو هترمي طوبه هرمي طوبه. بالراحه بس بالراحه. خد بس هقول لك كلمني. طب كلمني كده يا اخي بس كلمني. طب بالراحه بالراحه. بص على الجايزه بس الاول. بص على الجايزه بص الاول. انت كده هتعورني وتعور نفسك. بس استنى انت يا اخي بس استنى. هو عارف ان احنا بنصور مشاهدينا الكرام. بس هو انا عايزين نديله جايزه اصلا. عايزين نديله جايزه. تعالى يا استاذ وليد. استنى بس هقول لك. مش هتصور بس استنى بس هقول لك بس كلمني طيب. كلمني طيب. كلمني طيب. كلمني بس كلمني انا معاك اهو. كلمني طيب. بص انت وليد وريني. هات الجايزه. تعالى خد الجايزه معانا بس. خد الجايزه بتاعت البرنامج بس. كلمني بس. كلمني سيبك منه بقى. انا هسيبه. بص يا باشا. بصوا مشاهدينا الكرام. هو النماذج دي اللي زي ده كده مشاهدينا الكرام. ده مش متسول. تمام. بصوا مشاهدينا. هو بصوا. هو بس استنى. هو ماسك سكينه. هاتي السكينه كده لو سمحتي. هاتي السكينه بس. بصوا مشاهدينا الكرام. النماذج اللي زي دي. الناس اللي زي دي كده. دولي مش على باب الله خالص مشاهدينا الكرام. دولي متسولين بالحيله. هو عامل حيله ان هو مريض. وعامل حيله. احنا مصورينه من بدايه ما هو كان قاعد. تمام. هو كان ده الناس الطيبين اللي هنا دولي. الناس الطيبين اللي هنا ده. هو عارف الخمسه. وبعدين مسك لي السكينه. ست الكل قولي لي لو سمحت. انتوا بتدوا له ليه؟ كلميني معلش. حاجه على الله. بابا على الله. ايوه هو على الله. ايه اللي عرفك ان هو على الله؟ الله اعلم بقى. هو طالب الحسن. هو بيجي كتير هنا. مش بص هو عارف ان هو بيجي كتير هنا لان الناس طيبه زي ما انتوا شايفين. انت ست الكل انت بتدي له ليه بقى؟ معلش. ايه اللي عرفك ان هو على باب الله؟ هو بيجي وبنديله اللي فيه النصيب. طيب هو كان بيمثل ان هو مش قادر يقوم ولا قادر يمشي. بس ساعة لما شافنا قام مشي. صح. مش انت شفتي كده ولا ايه؟ احنا ليه بنقول الكلام ده يا ست الكل؟ ليه بنقول الكلام ده؟ لان الناس اللي زي دي. الناس هو كان ماسك سكينه دلوقتي انت شفتيه وعايز يضربني بيها. تمام. بصي فانا عايز اقول لك على حاجه. معلش وليد معلش ركز معايا عشان دي قضيه من القضايا المهمه جدا مشاهدينا الكرام. الناس المتعففين مشاهدينا الكرام. الناس المتعففين قاعدين في بيوتهم. الناس اللي زي كده اللي بيلفوا. هي دي القضيه اللي حبينا نسيرها النهارده وكل الناس تشوفها من خلال برنامج طاقة نور. المتعففين قاعدين في بيوتهم. والمتعففين ممكن توصلوا لهم عن طريق الجمعيات الخيريه، عن طريق اهل الخير،
عن طريق الناس المحترمين اللي في كل البلدان. في كل البلدان في ناس محترمين. الناس اللي زي دي بيجي لحاجه زي الحاجه دي. قولي لي يا حاجه لو سمحتي، هو بيجي لك كتير ليه؟ لا هو مش بيجي هنا كتير يا حاج، هو بيجي وباخد اللي فيه نصيبه وبمشي. طيب هو كان بيمثل حاجه دلوقتي ان هو مش قادر يقوم على رجليه وان هو مش قادر يمشي، وبعدين قام مسك السكينه. هو قام لقي السكينه ومسكها. احنا بقى صايمين. هو لقي السكينه ومسكها. تمام. وهو مسك طوبه برضه دلوقتي، وهو كان بيمثل في اول الطريق ان هو ماشي. ما لك جايزه، طب ما تقف وتاخد الجايزه. انت مش اديني جايزه. طب اقف يلا عشان تاخد الجايزه. طب ما انت حلو، هو عارف جايزه. بصوا يا جماعه، هو عارف الجايزه وتمام. اقف وتعالى لي. تعالى لي بس استنى كلمني بس كلمني. طب خد الجايزه بس، خد الجايزه. بصوا مشاهدينا الكرام، هو طب لو سمحت وليد هات لي الفلوس اللي معاك، عشان هنديله جايزه. ما انا هسيبك بس اقف معايا. طب اقف معايا عشان تاخد الجايزه. اهو اقف جنب الحاجه وانا هدي لك الجايزه. اقف بس. انت رجلك دي، بص رجلك دي كانت معوجه بره دلوقتي. فين هي بقى؟ وريني كده. طب وريني. طب ما توريها لي، ما انت كنت بص مش قادر تقوم عليها. طب انا هوديك تكشف عند الدكتور يحيى النجار، ماشي؟ انا هوديك تكشف عند الدكتور يحيى النجار، ماشي؟ طيب بص لي بقى، بس هات وشك كده على الكاميرا، بس هات وشك على الكاميرا. طيب ودي لها الحاج. طيب الحاجه اهي معاك. بس هات لي الفلوس اللي معاك لو سمحت. هات لي الفلوس اللي معاك. فين هي؟ عايز فلوس؟ هنديك فلوس. طيب تعالى بقى عشان خاطر اديك فلوس. بص يا وليد لو سمحت، رن على المركز ده وليد عشان خاطر هنديله فلوس بس في المركز. طيب اقف لي بقى تعالى عشان مش عايز فلوس؟ مش عايز؟ ودي الحاجه هنا. انت عايز تروح للحاجه؟ طيب تعالى لي هنا يا وليد معلش، هات عشان. طب انت مش عايز تتصور ليه؟ طيب مش عايز اتصور ليه؟ طيب بس بينك وبين مع الحاجه. طب هنتصور مع الحاجه. طب تعالى هنتصور مع الحاجه. طيب هنتصور مع الحاجه. تمام يا وليد، مع الحاجه اللي هناك يا وليد. تعال مع الحاجه. هو هيتصور مع الحاجه اللي هناك. تعال مع الحاجه. تعال معايا. طب ماشي. تعال معايا. انت مش كنت قادر تقوم دلوقتي؟ انت بتشدني الجامد كده. بصوا مشاهدينا الكرام، هو مش كان قادر يقوم من على الارض دلوقتي خالص. تمام. لا معلش، الحاجه هنا، الحاجه اللي بتدي لك فلوس اهي. الحاجه دي هي اللي بتدي لك فلوس. استاذنكم هاتوا السكينه اللي كانت معايا يا جماعه. هاتوا السكينه اللي كانت معايا. بس هاتوا السكينه اللي كانت معايا. اهدى. طب انت بتشدني ليه؟ انت بتشدني قوي ليه كده؟ السكينه ده شديد يا. انت بتشدني ليه كده؟ بص انت بتشدني جامد ليه؟ اوعى السلك بس. انت مش كنت قادر تقوم دلوقتي. تعال. انت مش كنت قادر تقوم، ده انت كنت ماشي وعمال تزحف على الارض. الحمد لله يا جماعه، هو بقدره قادر. الحمد لله ربنا اكرمه. اوعى السلك بس، اوعى السلك. هو بقدرة قادر ربنا كرمه وعاد بيمشي. وبعدين كان رجليه معوجة. كان رجليه معوجة. بص صوت. امسكوا يا احمد ابو سلامة، امسكوا احمد. يا وليد خليك معايا. خليك معايا. بصوا مشاهدينا الكرام، معلش احنا حاولنا النهارده ان احنا نوري الناس الطيبه دي كلها. معلش يا حاجه استنيني، معلش عايزك، معلش يا حاجه استنيني. تعالي يا حاجه لو تكرمتي. معلش انا اسف على كل المشاهد اللي انتوا شفتوها. تعالي يا ست الكل لو سمحتي، معلش. تعالي يا حاجه لو تكرمتي، تعالي. بص مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي قدرا كنا في ابو شميس. كنا في اطار تصوير. عمل فيا ايه يا محمد؟ حاضر هتكشف ان شاء الله. كنا في اطار تصوير حلقه. مشاهدينا الكرام، كنا في اطار تصوير حلقه من حلقات برنامج طاقة نور عادي جدا. فوجئنا ان الولد ده ولد شباب، تمام، في عمر ال 25 سنه. صحته زي ما حضراتكم شفتوا،
وانا عمري ابدا عمري ما هقدر اتعدى على اي حد. يعني الحاجه انت جايبه له ليه؟ جايبه دي لمين يا حاجه؟ لا له والله جايبه رز ابيض، ده كيلو رز ابيض اهو. اعمل ايه؟ جايبه لي كل اللي بيجي بديله كده. طيب ربنا يديك الصحه ماشي، بس انت مش حاسه لا في كيس جو، مش حاسه. طب لو سمحتوا اصحاب البيت هاتوا لنا الكيس بتاعه. انت جايبه له كيلو رز ابيض، الكيلو الرز الابيض ده دلوقتي ب 22 جنيه او ب 20 جنيه، مش ب 25. مش حاسه ان اولادك هم اولى بيه؟ والله اولادي متغربين في طيب الله. جميل جدا، اولادك متغربين في ارض الله. انا اتمنى بص يا ست الكل، 3 شهور. بص يا ست الكل، احنا كنا فعلا، كنت انا ووليد النجار زميلي وليد النجار المصور المخرج، كنا عايزين نديله فعلا جايزه. لما شفناه في الشمس وشفناه قاعد كده زي ما حضراتكم شفتوا زي ما حضراتكم، احنا كنا يعني كنا علشان نغريه طلعنا له الفلوس دي. خد يا ست الكل، شكرا الرز بتاعك وفري لاولادك، تمام. ولما تكوني عايزه تدي حاجه لله يا ست الكل تديها لحد يستحقها وحد يكون من بلدك. في بلدك الاستاذ جبرائيل، الاستاذ ابراهيم البسيطي ما بديش واحد يجي. حد يكون يا ست الكل، حد يكون انت عارفاه بعينك، حد يكون متعفف وانت بلدك مليانه. وهي دي الرساله مشاهدينا الكرام. احنا عايزين كل الناس اللي بتشوفنا في برنامج طاقة نور، لما تحب تدي حاجه لحد، انا ما بقولكش ما تعملش خير، اعمل خير، ولكن افعل الخير في اهله، في الناس اللي عندك. الاقربون اولى بالمعروف. كل واحد فينا في عيلته ناس ارقاء الحال وعلى جد حالهم، كل واحد فينا جيرانه وارحام القرابه والجوار اللي جنبك في البيت واللي جرايبك اللي في بلاد بعيده، انت تعرفهم كويس، تعرف ظروفهم ايه. انما الناس اللي بتيجي دي ناس متسلقين ولا يمت ابدا للناس الغلابه والبسطاء بشيء. اما الحاج انا شفتك وانت بتدي له 5 جنيه. يا حاج. ايوه طيب انت شفتيه وهو بيرفع السكينه علينا؟ شفت. طيب شفته. بعد كده يا حاجه، ايه اللي انت هتعمليه وايه اللي انت بتقولي لكل الناس من خلال برنامج طاقة نور؟ تقولي للناس ايه بعد كده؟ خلوا بالكم من ايه؟ خلي بالكم من ارواحكم، لانه ممكن يخطف عيل صغير. صحيح. الانسان اللي زي كده ما تامنيهوش ان هو يدخل بيتك لانه كذاب. ممكن يقعد هنا وبيصعب علينا يا شيخ الحقيقه يعني. على كذا مره ويجي هنا اهو وندل فيه النصيب ويمشي. هو ما خدش البيت الا النهارده. تمام. الا النهارده في البيت بتاعه ده انا نايمه جوه، قام سمعت حسه، قام طلعت كملنا بنديله على باب الله، قام اديته ال5 جنيه في ايده. جميل جدا. مش حاسه ان انت مش حاسه ان انت بتيجي على حاله من الناس الغلابه اللي عندك في البلد كانت هي تكون اولى؟ مطلعين والحمد لله. الحمد لله مطلعين، بس ابن البلد اولى. ابن البلد اولى. ايوه بس ده كمان بيجي غلبان كده وبيجي يقعد هنا وزي ما انت شايفه كده يا بيه. طيب عشان بس مشاهدينا، في عدد كبير من الناس شافوا الموضوع ده وشافوه حقيقي، واحنا مش بنتجنى. دي السكينه اللي رفعها عليا، والحمد لله. طبعا انا عارف ان هو جبان لانه هو مش هيقدر يعمل بيها حاجه. هو لو هو فعلا زي ما هو مبين للناس ان هو حد مختل او حد على باب الله فعلا، كان ممكن يعورني بيها. لكن الحمد لله كان عندي ثقه ان الراجل ده راجل متسول وراجل كذاب وراجل بينصب على الناس الغلابه البسطاء. يا حاجه قولي لي لو سمحتي، ممكن تنصحي الناس تقولي لهم ايه؟ وانت شفتي موضوع السكينه، ما عادش الدنيا لها امان، يعني ما فيش امان لاي حد النهارده يجي يخش بيتك ولا تدي له امان. وبعدين يعورني والله. معلش انت كنت بتدافع عنه وهو عورك، بس هو كان نايم على الارض وكان بيزقف. هو ما فيش حاجه، لا هو ما فيش حاجه. طيب. هو سليم. بصوا مشاهدينا الكرام، انا هوريكم الحصيله وهنحسبها مع بعضينا. هنحسبها. هو بيروح يفضي عند الوليه اللي رايح لها دلوقتي. انا هنحسب والله بفضي الناس هنستأذنكم نشوف بس الحاجات دي فيها ايه. ومعلش مشاهدينا هنتعبكم شويه، هي حلقه استثنائيه النهارده، بس حلقه اتمنى نتعلم منها حاجه. اتمنى ان كل واحد فينا يخلي باله، لانه ممكن يسرق عيل صغير، وحالات الخطف دلوقتي عادات منتشره. وانا اتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي ان هي تنشر الحلقه دي علشان اهلنا البسطاء اللي زي امي وزي امي. الناس البسطاء دول بينطلي عليهم الخداع بتاع المتسولين دول وبتاع الناس دي. دي شكاره، ده رز شعير. محمد عبد الله مش حاجه. ده رز شعير. وادي رز ده رز ابيض اهو. بصوا مشاهدينا الكرام، ده رز ابيض
هستأذنك سيبه. دول حوالي 5 أو 6 كيلو رز ابيض. لو جينا نحسب الستة دول بس، الستة دول في 25. احسبوا انتم مشاهدينا الكرام، شوفوا 6 هم، وفي كيس لسه كنا مطلعينه دلوقتي، وادي رز شعير. مخرجنا وليد النجار، استاذنك طلع دولي للناس البسطاء اللي هنا. انا هنهي مع حضراتكم، لكن حابب في الاخر اقول لكم خلي بالكم كويس جدا من اولادكم، لان الشارع زي ما حضراتكم شايفين الشارع كله اولاد صغيره اهو، الشارع كله اولاد صغيره، وكانوا ملمومين حواليه، كان ممكن يكون معاه حد تاني بتوك توك او بتروسيكل زي ما احنا بنشوف، وياخد طفل زي الصغير ده واهله يدوروا عليه ونرجع تاني. لا، احنا بنحذر حضراتكم من الناس اللي زي دي. قبل ما تدي صدقتك تأكد تماما ان هي طالعه لمن يستحقها، وتأكد تماما ان انت لو مش هتعرف تديها او مش هتعرف تفرق بين اللي يستحق واللي ما يستحقش، اي جمعيه خيريه قريبه منك اديها لها وهي هتطلعها لمن يستحقها. الحلقه دي كانت استثنائيه النهارده من ابو شميس في كشف تزييف وكذب المتسولين اللي هم بيدعوا ان هم محتاجين صدقه او محتاجين لله. اماكنه معروفه، والبسطاء والمتعففين لا يخرجون ولا يسالون الناس زي ما كان الراجل ده بيعمل، لا يسالون الناس الحافه، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم. هرجع بحضراتكم للاستاذ عبعال، لانه هو كان بيقول الولد ده احنا بيجي لنا هنا على طول، وكان بيقول ان الولد ده مسكين، واحنا يمكن من اول ما شفناه طبعا، لان احنا الحمد لله من فضل الله عندنا من الخبره، انا وزميلي وليد النجار عندنا من الخبره ان احنا نكشف الناس اللي زي دي، وبنعرف نفرق بين المتعفف اللي فعلا ما عندوش ومحتاج، وبين المتسول اللي بيجي للناس وبيمثل عليهم دور المسكنه ودور ان هو محتاج. يسعدني ان يكون ليا لقاء مع استاذنا وحبيبنا وكبيرنا الحاج عبد العال. الاستاذ عبد العال ازيك؟ وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا باشا. احنا الاقدار ساجت النهارده الاقدار ان انا من ساعه لما شفت الراجل ده وهو قاعد هنا انا قلت لك ايه؟ انت قلت لي ودي شهاده لله سبحانه وتعالى علشان المشاهدين دلوقتي، وانت شاهد على الكلام ده. قلت لي ان الراجل ده بيمثل. تمام. وبعدين قلت لك يا اخي لا، ده حرام، ده الراجل عمال يقوم ويقع ومش قادر يمشي ورجليه بتلف على بعضها يا اخي، مش معقول. قال طب انا هكشفه لك دلوقتي. حضرتك قلت ايه؟ انا هكشفه لك دلوقتي. طيب هو كان ايده كده مشاهدينا الكرام، كانت ايده عامله كده وكانه مشلول. وطبيعه الحال ان الايد اللي عامله بالطريقه دي كده وهو مشلول مش هيعرف يمسك بيها اي حاجه. اول ما حب الناس ادوا له الرز وقام راح ماسك الشكاره بايده ومكمض عليها وحكمها، وهي فيها حوالي 6 كيلو، وده صعب. يمكن الاطباء اللي بيشوفوني دلوقتي الاعصاب مش ممكن تحكم وزن زي ده كده. ده احنا اللي بيكون مريض اعصاب بنشيله يعني ثقل يعني نص كيلو جرام كده بيشيله بالعافيه. لما ده شال ال6 كيلو كده انا قلت لك يا استاذ عبد العال الراجل ده لا قلت الراجل ده بيمثل. لكن الخداع بتاعه اجى يعني كان واضح قوي وانطلع عليك، يعني عدت عليك. بس بصراحه انا قاعد هنا وما رضيتش، انت حاطط الحاجه بتاعتك قدامي، فانا ما رضيتش اسيبها علشان بس خفت عيل يلعب فيها ولا حاجه. ربنا يبارك فيك. فانا كنت عايز اروح اشوف المشهد، لان انت دخلت وراه باذن الله. المشهد انت هتشوفه من خلال برنامج طاقة نور. بيقولوا هو رفع عليكم سكينه صح؟ هو رفع علينا سكينه. ده كله مفيش مشكله. لكن احنا رساله النهارده يا استاذ عبد العال، واحنا حابين نوصلها لكل الناس اللي بتشوفنا ومن خلالك واللي انت شفته. واحنا اقسم بالله سبحانه وتعالى احنا لا نمثل، والموضوع قدرا وبدون ترتيب، احنا مش مرتبين. الناس اللي بتغتر في الناس دي واللي بينطلع عليها خداعها واللي بينطلع عليها التمثيل بتاعها، هتقول لهم مفروض من اهل البلد واهل البلاد الثانيه ما اي واحد بيصنع الشحته وماشي في البلد ممنوع حد يديله حاجه. تمام. احنا حدانا فقراء في البلد، والبلاد فيها ناس فقراء كتير وبيبقوا معروفين. تمام. ومتعففين. تمام. فدول ما يستحقوش، الناس اللي بتشحت ديا دول متسولين، اسمهم متسولين. اما الراجل اللي هو الفقير متعفف وهو قاعد واحنا بنبقى عارفينه وكل الناس عارفاه، تودي له الصدقه اللي هي عايزه ايه توديها له. تمام. دي في رقبتي وشهاده لله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك. فالجماعه اللي بيسولوا، اللي بيجيب عربيه كر، واللي ماسكه لي ميكروفون وعماله تطيح في الشارع، واللي شايله طفل وفي الشمس وعماله تلف بيه وجايبه لي خرطوم وفيه كيس ميه صفراء
وعماله تقول ابني وعنده وعنده وعنده، ده كله كلام فاضي. او الناس اللي بيقولوا ان احنا من سوريا يعني. استاذ عبد الحال برضو الشيء بالشيء يذكر. حضرتك ذكرت نماذج كثيره من نماذج نصب المتسولين. في ناس انا معايا مشهد انا مصوره بتليفوني الخاص، انا هديه لزميل مخرجنا وليد النجار علشان يسمعكم ان في ناس بتلف بميكروفونات وبتكاتك. طب التوك توك ده بياخد يوميه قد ايه؟ والميكروفون اللي انت جايباه بياخد يوميه قد ايه؟ وبعدين انت بتلفي ومعاكي ورق وبتقولي انني من سوريا. فجيت اسالها قلت لها طيب احد الاصدقاء يعني قال لي عايز تكشفها اسالها قولي لها العمله السوريه ايه او اللي انتوا بتتعاملوا بيه في سوريا ايه؟ فقالت لي الريال. تمام. طبعا هم بيتعاملوا بالليره، الناس اللي في سوريا بيتعاملوا بالليره السوريه. فقالت لي بالريال، ففهمنا من هنا ان هي متسوله وعرفنا ان هي من احد البلاد المجاوره. فدي حاجات كثيره مشاهدينا الكرام حابين نظهرها النهارده في برنامج طاقة نور. اتمنى تكون الرساله وصلت من خلال برنامج طاقة نور، وان احنا المتعففين موجودين جنبكم وفي بلادكم ومعروفين، والجمعيات الخيريه عارفاهم، ولو مش انت عارف تميزهم لو سمحت اسال الناس الطيبين. دي كانت حلقتنا النهارده وحلقه استثنائيه. بشكركم على طيب المتابعه واتمنى دعم الحلقه دي جدا لان هي بتكشف زيف وخداع ونصب المتسولين. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.